التيشيرت ده بيفكرك بمين؟ نسخه النادي الاهلي. المفروض الحقيقه كنت اتكلم على اخر 5 تيشيرتات للنادي الاهلي، بس بصراحه في تيشيرتين ما قدرتش ما احطهمش. التيشيرت الاولاني اللي هو ده التيشيرت اللي الاهلي لعب بيه من 2012 ل 2014. هو طبعا التيشيرت ده اول ما بشوفه بفتكر ابو تريكه وبفتكر اللقطه دي، لقطه اعتزاله ولحظه وداعه للجمهور. التيشيرت التاني بقى هو تيشيرت من امبرو، تيشيرت موسم 2019 2020 اللي قفشه جاب بيه القضيه. وطبعا لما اجيب سيره التيشيرت ده اكيد كلنا هنفتكر قفشه. نيجي بقى لتيشيرت الموسم الحالي. هو الموسم لسه ما خلصش والدنيا مش بعيده، بس انا اول ما بشوف التيشيرت ما بيجيش في دماغي غير رقم 25 وزيزو. تيشيرت الموسم اللي فات بقى يمكن ما كانش فيه لعيب ايقوني قوي الموسم اللي فات، خصوصا ان الاهلي ما قدرش يحقق دوري ابطال افريقيا، ولكن بالنسبه لي التيشيرت ده بيفكرني دايما ببن شرقي. لو جينا بقى الموسم اللي قبله تيشيرت 2023 2024، فالتيشيرت ده كان فيه حاجه مستفزه جدا، اعلان اتصالات اللي ما كانش متفرغ وكان شكله مستفز. بس اول لعيب بيجي في دماغي هو لعيب غريب جدا، انتوني مودست. هو اول حد بيجي في بالي اول ما افتكر التيشيرت ده، بفتكره وافتكر التقديمه بتاعته وهو قاعد بيشرب شاي على القهوه، وتقريبا دي كانت اكتر لقطه مميزه لي اصلا مع النادي. فقولي بقى في الكومنتات كل تيشيرت من دول فكرك بمين.